ويسعد مساءكم. حابة بس قبل ما ابتدي الفيديو اقول على حاجة صغيرة على السريع. يا ريت كل اللي يجرب منتج من المنتجات اللي بعلن عليها في الفيديوهات بتاعتي وتعجبه، وانا متأكدة من ده، اتمنى ان هو يرجع يكتب لي في الكومنتات تحت عشان باقي الناس يجيلها الجراءة انها تجرب وتعرف وتتأكد ان دي مش مجرد ريفيوهات وخلاص. دي منتجات انا شخصيا بكون مستخدماها ورجعت لكم تاني ومفيش وقت للكلام الكتير. دي المنتجات اللي انا بستخدمها في تنظيف الحمام. طبعا دايما بخلي عندي ادوات النظافة بالزيادة. كل منتج يا جماعة بيتكلم عن نفسه حقيقي، كل المنتجات دي رهيبة وعن تجربة شخصية. نبتدي بالمستر بلمبر ده لتسليك الحمامات، اللي هو لو عندك احواض، اكيد عندك احواض طبعا، يعني بتسلكي الحوض بيه. انا بصراحة بستخدمه اكتر لتسليك التويلت بتاعي. كل اللي انت بتعمليه بتحطي بس شوية منه وبعدين بالفرشة، وطبعا بتغسلي يعني القعدة كويس وبتدوسي كده جامد بالفرشة شوية وبس كده، مش بتعملي حاجة اكتر من كده. بتسيبيه دقيقة مثلا او دقيقتين وبعدين بترجعي تشدي السيفون وخلاص على كده. لو عملتي العملية دي مرة واحدة بس في الاسبوع، ده بيخليك تتفادي مشاكل كتير جدا. طبعا كل بتوع امريكا تقريبا عارفين المشاكل اللي انا اقصدها ايه هي. ندخل بقى على المنتج اللي بعده، وده اللي انا يعني مبسوطة بيه قوي قوي واديله 10/10. المنتج ده سحر في تنظيف الحمام يا جماعة. هو بس مشكلته ان هو بيخلص بسرعة، لكن هو حقيقي كلمة سحر دي قليل عليه. بيعمل ايه بقى الباشمهندس اللي معانا ده؟ بينظف الازاز بتاع الشاور بتاع البانيو الواقف، بينظف الازاز بيخليه يرجع جديد كده، بينظف الحيطان بتاعه البانيو الواقف، بينظف البانيو نفسه، او لو عندك جاكوزي بينظف الارض. بصوا يعني رهيب. كمان بينظف الحنفيات، الشاور، كل حاجة بيسيب فيها لمعة رهيبة. طبعا كل ادوات النظافة اللي انا بتكلم عليها دي واحنا بنستخدمها اكيد بنكون لابسين جلوفز وفيس ماسك. ده بقى نوع معطر حلو قوي انا بحطه في الحمام، والناس اللي تعرفني شخصيا وبتدخل بيتي، اي حد دخل بيتي ودخل غسل ايده في الحمام او استخدم الحمام بتاعي بيطلع يقول لي ايه الريحة القوية دي. هو مش بيعمل صوت اطلاقا، ممكن تحطيها في اي مكان. انا بحطه فوق المرايات عندي، فوق المراية الكبيرة. يا جماعة تحفة حقيقي. طريقة استخدامه ان انتي بس بتدوسي على الزرار البلو ده شوية، والسهم اللي موجود ده بتحطيه ناحية السهم التاني الابيض الصغير ده. يا رب يعني يكون باين في الفيديو. رهيب يا جماعة. وعلى فكرة هو بيقعد فترة طويلة جدا، ممكن يقعد معاكي مثلا، مش هقولك 90 يوم زي ما هم كاتبين، لكن هقولك ممكن يقعد معاكي 1.5 شهر، والريحة بتاعته بتكون قوية وجميلة. طيب ده بقى بنعمل ايه بيه؟ برضو بنستخدمه في تنظيف التويلت. انا عن نفسي بحطه كده في التويلت وبعمل خلطة. ممكن ابقى اعمل لكم روتين التنظيف بتاعي بتاع الحمام. بعمل كده خلطة، ولو هتحطيه بس لوحديه وتدعكي بقى التويلت بتاعك بيه، يعني جامد جامد بصراحة. بيشيل الحاجات الصفرة، بيخلي فيه لمعة كده جامدة وجميلة. كمان ممكن تستخدميه في البانيو، ممكن تستخدمي منه على الأرض. ممتاز يا جماعة عن تجربة، وسعره رخيص جدا. هو ممكن يكون في حدود $2 مثلا. ده بقى علشان الشاور وعلشان الجاكوزي وعلشان الأحواض نفسها. أنا بستخدمه للجاكوزي عندي. برش منه، هو زي سبراي كده، بترشي منه وبعدين بتبتدي تدعكي بقى بالفرشة او بالسلكة بتاعتك وبعدين بتشطفيه. طبعا بأكد تاني كل الحاجات اللي بقول عليها دي ضروري جدا، ضروري ان احنا بنستخدمها نكون لابسين جلوفز من اللي هو البلو الجامد ده، ونكون لابسين فيس ماسك، لان بعض الحاجات ريحتها بتبقى قوية. دول بقى لتنظيف الازاز. طبعا اي مرايات عندك، يعني مراية الحمام، لو عندك مراية بره في الصالة، زي ما انتوا شايفين في ناس بتستخدمه للازاز بتاع العربية. يا جماعة تحفة. اللي هو بتاع العربية ده حقيقي يعني ده رهيب، وبحس كده ان هو بيشيل اي بقعة كده موجودة على المراية، بيشيلها بسرعة رهيبة. يعني معرفش غير ان هم يعني كويسين، اللي هو مش عارفة اقول ايه عنهم، بس هم حقيقي كويسين وسعرهم حلو قوي بالنسبة لي. ودي الحاجة المفضلة عندي في تنظيف الازاز. برش يعني كده بخة وبعدين بنظف على السريع.
فعلا حلوين قوي دول، وبرضو عن تجربة شخصية. نيجي بقى للمنتج اللي بعده. ده حلو قوي البنسول ده. بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه حاجات كتير. بنظف بيه الرخامات بتاعتي، بحط منه شوية على الارض. يعني لو عندك مثلا كلاب في البيت او قطط في البيت، او مثلا عايزة ريحة تبقى قوية كده وريحة الارض تبقى باينة ان هي نظيفة وطالعة، وريحة النظافة يعني تبقى جايبة من اول الشارع، بتكسري منه. اهم حاجة ان انتي بتكسري منه. يعني هو ما ينفعش تستخدمي المنتج كده وهو تقيل، ده لازم يتكسر عشان المنتج ده تقيل اصلا. ولما بتيجي تستخدميه على الرخامات، انتي بس بتحطيه على اسفنجة او على قماشة بتاعة مطبخ، بتحطي نقطة بتلمعي بيها، بيدي لمعة قوية جدا، بيدي ريحة جامدة، بتقعد فترة طويلة. بس طبعا لو هتحطيه على اسطح زي مثلا ترابيزة تكوني بتاكلي عليها، او مثلا على رخامات، طبعا محتاجة ان انتي تشطفيه. يعني انتي بتخففيه وكمان بتشطفيه. نيجي للمنتج اللي بعده. طبعا دي يعني هي مش محتاجة شرح. ده معطر للتويلت نفسه، بتحطيها كده بس في التويلت نفسها. حلوة جدا لما مثلا بيكون عندك ضيوف، بتنظف، بتدي ريحة جميلة بصراحة. بس يعني مش بحب استخدمها كتير لان هي مش بتقعد معايا فترة طويلة، بس حلوة وما كانش ينفع اعمل الفيديو بتاع ادوات النظافة من غيرها. فنيجي بقى للمنتج اللي بعده. ولو انتي بطلة ولسه مواصلة معانا الفيديو لحد دلوقتي، فما تنسيش اللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي كومنت اكتبهولي في الكومنتات تحت، وانا اكيد هشوفه وهرد عليكي بيه. نيجي بقى للمنتج اللي بعده. ايه ده؟ مش عارفة الفيديو علق كده ليه. المنتج اللي بعده جه. دي بقى ادوات المطبخ. يعني احنا بدأنا بالحمام عشان انا بحب ابتدي بنظافة الحمام دايما، وبعدين ندخل للمطبخ. المطبخ هناخده على السريع كده، حاجات كده على السريع. دي لتنظيف الدشواشر، لتنظيف غسالة الاطباق، مش ننظف بيها الاطباق. يعني انتي مش بتستخدميها عشان تنظفي بيها الاطباق، دي بتنظف الغسالة نفسها. الغسالة بتكون فاضية جدا، بتكون فاضية ما فيهاش اي حاجة، وبعدين بتحطيها في المصفى بالطريقة المقلوبة كده بنفس الشكل ده، وبتبقي بقى مشغلة الحنفية على المية السخنة جامد. وبعدين بتختاري اكتر فترة ممكنة في الغسالة بتاعتك، يعني مثلا تبقى 90 دقيقة او 60 دقيقة على مية سخنة. طبعا هي كده كده الدشوشر بمية سخنة فظيع يا جماعة، بينظف الغسالة وبيرجعها جديدة، وريحته بتبقى جميلة تحفة. المنتج ده وايبس، بنظف بيه مثلا حنفيات على السريع، تلاجة، ديشواشر، مايكرويف، البوتاجاز نفسه من اللي هي الحتت اللي عند الزراير دي، اي حاجة، مقابض مثلا، المقابض بتاع المطبخ جميل، يعني سريع وسهل في الاستخدام وحلو قوي. وهي واحدة بس، هو منديل واحد بس بيقعد معاكي فترة طويلة. المنتج ده سحر بقى، سحر وعلى ضمانتي الشخصية في تنظيف الفرن يا جماعة. ممتاز. كل اللي انت بتعمليه ان انت طبعا الفرن بيكون مطفي خالص، مش مفهوش درجة حرارة عالية ولا اي حاجة. اهم حاجة تلبسي فيس ماسك وتلبسي جلوفز لان هو صعب وريحته قوية، ولو في اي طفل طبعا عنده ألرجي يبعد خالص وانت بتستخدميه. بترشي منه بس كده على الفرن وعلى الاماكن المتسخة، وبتخليه مجرد 3 دقايق بس. يعني عدي على الموبايل 3 دقايق بس ومسحي بقى. تحفة. طبعا دول معروفين، دول للدشواشر، للغسيل اللي هو مش يدوي، لغسالة الأطباق، دي الإقراص ودي السائل بتاعهم بس كده. وطبعا دول معروفين ما فيهمش اي حاجه. انا بحب النوع ده قوي علشان هو بينظف. طبعا بيبان عندك الغساله بتاعتك المفروض تستخدمي لها ايه، يعني مش النوع ده بس اللي ينفع لكل الغسالات. كل غساله بتعملي سيرش مثلا على اليوتيوب او على جوجل، او حتى الغساله بيكون مكتوب عليها من الجنب او مثلا في الورق اللي جاي معاها بيبقى باين الغساله دي المفروض بتستخدمي لها اي مسحوق علشان ما تبصش منك. نيجي بقى للمنتج اللي بعده. دول طبعا معروفين. الأجاكس ده اللي هو اللي احنا كنا بنغسل بيه في مصر، ده معروف جدا. والدون ده جميل علشان هو 4 في 1. هو فعلا ممتاز، بيشيل البقع الصعبة، كمان
ريحته خفيفة قوي مش بتبان طبعا، بس هو بينظف معاكي جدا. دول برضو معروفين. الابيض ده لو انت عندك البوتاجاز المتسطح حلو في التنظيف، بس بصراحة مش احسن حاجة، وكمان هو بيخلص بسرعة. لكن بما اني يعني عاملة ريفيو عن المنتجات، فللناس اللي متعرفوش هو ده. والمنتج ده لو انت بقى يعني قاعدة في كومبلكس او البوتاجاز بتاعك بعيون من اللي هي طالعة دي، ده كويس. المنتج ده يا جماعة جميل لأي حد بقى عنده كراسي جلد، انتريه جلد. العربيات طبعا بتبقى الكراسي بتاعتها جلد، حلوة قوي في التنظيف، يعني تحفة. بترشي بس هي رشة بسيطة، وبعدين بتمسحي كده بقماشة، وريحته كمان جميلة، وفعلا هو ممتاز. نيجي بقى للحاجات اللي بنستخدمها في أوضة الغسيل. بنغسل بإيه علشان البقع؟ كل حاجة وليها الحاجة المخصصة بتاعتها. طيب الكوليريكس 2 ده اللي هو بتاع الألوان، اللي هو مكتوب عليه color، وخدوا بالكوا علشان بيبقى فيه واحد زيه تاني بالظبط. ده اللي انا بقول لكم عليه، ده 3 في 1. ده يا جماعة انا بستخدمه للبقع، باخد بس شوية كده على الغطا وبحطه بقى على مكان البقع نفسه، وبعدين بغسله بايدي واحطه في الغسالة، حتى لو مش بتغسلي بايدك. ده برضو نفس الفكرة، كوليريكس للألوان برضو زي الأولاني، ونفس الفكرة بتبخي كده بس بخة، هي رشة واحدة بس. وبعدين لو انتي حابة تعمليها على ايدك قبل ما تحطيها الغسالة عشان تكوني اتأكدتي ان هي نطفت، او تحطيه في الغسالة. ده بقى عامل زي الكلور تقريبا او حاجة زي كده في مصر. ده بس بتستخدميه للأبيض بس، يعني مفرش سفرة أبيض بس، غيارات داخلية بقى أبيض بس، شرابات مثلا وريفر هو ايه، بس لازم يكون ابيض بس. لو اي حاجة تاني هو بيبوظ الدنيا. طبعا انا بحب احط منه في الغسالة نفسها، يعني مش بحب احط في الدرج بتاع الغسالة. ودول معروفين، دي الاقراص اللي احنا بنستخدمها يعني في الغسالة. وده الطيد الدوني اللي احنا بنحطه علشان ريحته تبقى كويسة طبعا.